المصرية للتعامل مع قضية مياه النيل وبالذات قضية النيل الأزرق مع إثيوبيا، لأنه الربيع العربي أدى إلى انشغال بالداخل من ناحية وإلى انشغال بالإقليم العربي الذي يواجه أزمات حياة أيضا أو أزمات أمن قومي حيوية كما هو واضح أمامنا الآن، غياب الدولة الليبية، شبه غياب الدولة السورية رغم وجود الرئيس ومعاونيه، وكذلك الدولة العراقية التي تخضع لتوافق، وأنا قلت هذا لعلي لاrijani رئيس البرلمان الإيراني بشكل مباشر في لقاء هنا في أحزاب مصر في 2008، وفي عدد محدود من المصريين في لقاء معه قلت له أنا أستطيع أن أوجه اتهام إلى إيران بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية على عكس كل ما تقولونه في خطابكم السياسي في التعامل مع قضية العلاقة مع مصر ومع الدول العربية أو المنطقة العربية. وبالتالي المشكلة التي نواجهها الآن جزء منها يتعلق بما تفرضه يعني الأوضاع الحالية على الأقل في 10 دول عربية، على الأقل يعني نص عدد الدول العربية تواجه مشكلات وأزمات سياسية حقيقية وأزمات أمن قومي حقيقية تضعف من قدرة الدولة المصرية في التعامل مع قضية حيوية قضية مياه النيل وبالذات النيل الأزرق مع إثيوبيا. أنا أعتقد أن ده يفسر كثير من النقاط التي أبداها الأساتذة المتحدثين الذين سبقوني في الكلام في هذا الشأن. لأنه حالة أزمة داخلية حادة وممتدة، والحادة اللي هي تستخدم فيها القوة بشكل مباشر، الممتدة اللي هي في عدد أطراف كبير، كل طرف منهم عنده عدد من الأهداف الرئيسية، أهداف أمن قومي، كل طرف منهم عنده أدوات لإدارة هذه الأزمة بما في ذلك حتى الأداة العسكرية، تنطبق بقوة وبوضوح على الحالة العربية الراهنة، وهو أمر يصب في خدمة المصالح الإثيوبية في التعامل مع القضية التي نتعامل معها اليوم ونطرحها اليوم في هذا اللقاء مع حضرتك. مش عايز أنسى أيضا العنصر الأخير، أنا معلش قلت الأخير على الربيع العربي، العنصر الأخير يأتي بعده وهو طبيعة العلاقة الخاصة التي تجمع إثيوبيا بإسرائيل. وكثير وأهم مؤشر من هذه المؤشرات أنه نسبة الإثيوبيين إلى إجمالي الأفارقة اليهود الذين هاجروا من الدول الأفريقية إلى إسرائيل هي النسبة الأكبر وهي النسبة الأعلى. وبالتالي ما كانش غريب دكتور سيد اللي حضرتك أشرت إليه أن الكهرباء، موضوع عنصر الكهرباء في مشروع النيل الأزرق، الشركة التي أخذت حق استخدام هذه الكهرباء حتى داخل إثيوبيا هي شركة إسرائيلية، وده يعني يعكس طبيعة حقيقة العلاقة ما بين إسرائيل وما بين إثيوبيا. طيب إيه دلوقتي في ظل هذه الأزمة؟